ولكن أثناء اتصالي بالمكتب السياسي لأنصار الله كلمتهم وقلت أنا لن أتجرأ بأن يعني ما ترضاش الكلمة تخرج من فمي بأن أقول لشخص مثل علي عبد الله صالح أن يسلم نفسه، وهم يسمعوني طبعا. فبعد ذلك قفلنا التليفون، فقالوا لي ماذا قالوا لك يعني؟ قلت أنا ما أستطيع أخرجها. قالوا عادي تكلم، لأنه حاولت أن أخذ منهم هم طلب السؤال أو ما شابه ذلك، احتراما وتقديرا لشخصه. فقلت أنا يعني الأخوان سقفهم عالي وطلبهم أنه يسلم نفسه. طبعا شهادة للتاريخ يعني، الرجل مجرد أن قلت له يعني يسلم نفسه يقول أنا علي عبد الله صالح ولن أسلم نفسي وسأقاتل حتى آخر قطرة من دمي. طبعا شهادة للتاريخ يعني، الرجل مجرد أن قلت له يعني يسلم نفسه يقول أنا علي عبد الله صالح ولن أسلم نفسي وسأقاتل حتى آخر قطرة من دمي، إما حياة بكرامة وإما موت بشرف. طيب، بالتالي العرض الذي قدمته حركة أنصار الله في نهاية المطاف للرئيس علي عبد الله صالح في الساعات الأخيرة. نعم، نحن قعدنا لموضوع السقف، احنا مستعدين أن يبقى علي عبد الله صالح في منزله تحت الإقامة الجبرية وتحفظ له كرامته، وبحيث أن تقريبا بقية أفراد حراسته وكذا يعني يستسلموا، ولكن هو في خلاصة الموضوع يبقى تحت الإقامة الجبرية. نعم. هذا كان الطلب الثاني من أنصار الله. الطلب كيف تم الرد على هذا الطلب؟ طبعا حصلت في البداية مفاوضات بيني وبين العميد طارق وبعض من مكتب الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله. كانت طبعا رد كما رد سابقا، وقال أنه لن يسلم نفسه مهما كان، ولن يقبل بعيشة الذل في حبس، وأنه مستعد أن يموت. وصراحة يعني قال نحن من نواجه الآن؟ قلت تواجه قوات عسكرية وتواجه الحوثيين. قال ومن أكبر منهم؟ قلت أكبر منهم الموت. قال أنا مستعد أن أقاتل الموت نفسه من أجل كرامتي. طيب، وجميعهم طبعا جميعهم أبناء أخيه، أعضاء مكتبه، قيادات المؤتمر بشكل كامل. حتى أنا ما استطعت أن أرد عليه لأن الرجال كان تقريبا جاهز للموت يعني. بالتالي هذا كان آخر عرض من حركة